السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم نقدم واحد المسيمنات أو مخيمرات في الفران، كيجيو لذاذ خفاف ورطبين وكيجيو شهوة منهم لا منظر ولا في المذاق. ندوزو نيشان المقادير. عندنا واحد 5 كيسان كبار تاع دقيق أبيض، عندنا واحد الكاس تاع دقيق فينو، عندنا واحد 2 معالق كبار تاع العسل، عندنا ملعقة كبيرة من الخميرة حبيبات أو المعجونة، عندنا معلقة صغيرة تاع خميرة الحلوى، 4 كاس تاع الزيت، وكاس تاع الحليب ومليحه. كنعجنو بما دافي دافا شويه، يعني غادي للبروده. كندركوها مزيان، السر ديالها هو الدليك. من بعد ما دلكناها مزيان ورطابت كما كتشوفوا، غنشدها نديروها كور. قطعت هنا 3 كور متساويه، غنحاول نكورهم وندير واحد الطبسيل ونخليهم يرتاحوا. هنا دوبت الزيت وعندي الفينو، غندير معاه النشا وغنبدا نسرح في الكور بعد ما ارتاحوا لينا. كيرتاحوا مزيان باش كيطلقوا لينا دغيا. كنرشوا بالزبده وكنرشوهم بدقيق الفينو اللي مخلط بالنشا. ديروا نشا او ديروا خماره الحلوى. كنطوي على الشكل اللي كتشوفوا فيه البنات. قضيه سهله، المهم ديك الزبده راه هي اللي كتعطينا التوريق والهشاشه، وراه مخامرين ما يضروا لا في المصاره لا في والو، يعني احسن من المسمى اللي جيتو تشوفوا. المهم كنديروا لها هذا الشكل اللي كتشوفوا فيه، غنقطعوها من النص وكنعاودو نقطعوها من النص، وكنبقى نفرقوا في العجينه حتى كنحصلوا على 8 مربعات متساويه. ندلكوها واحد شويه، نقرصوها ونديروا فوق الثانيه. هادو اللي كيعطيهم التوراق. هاد المرحله اللي كنديروا دركا هي اللي كتعطيهم التوراق، يعني غيعطونا 4. من بعد غنطووهم، يعني غنشدوها نحاولوا نكركبوها او نخلوها دائره بحال الخبيزه. نقرصوها في اللاطه، نخليها تخمر واحد شويه. الاحسن غطوها باش غير يرجع لاصه ديالها تخمر. فين تيخمروا تندهنوا بالبرد او صفار البيض بوحدو، وكندخلهم الفران. ها هو شكلهم كيطيب، كيجيو واعرين. من تجربوهم